انا لصبغتي بدم العرس شفها وبدمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ورحم الله من مات وعفى عمن ارتكب هذه الجريمة وغفر له وهداهم وأصلحهم، وأرجو الله أن يصفي القلوب، وأن يكون هناك صلح وجبران للخواطر، ومن أراد أن يأخذ حقه فليأخذه عن طريق القانون، وكفانا إثارة للفوضى. يعني بكرة إذا قالوا ليش عبرحلوا السوريين، بنقول والله نحن مظلومين. طيب نحن ما رحمنا بعض؟ من فترة جريمة في أنقرة، سوريين قتلوا يعني اجتمعوا على سوري قتلوه. من أنا البارحة في مدينة شاهدت يعني شجار بين سوريين من أجل ربما يشتري قطعة فلافل، قطعة فطيرة. اختلف كيف يهينني؟ ذهب وأحضر سلاحا وأطلق الرصاص وسحبوا السيوف على بعضهم، والجميع حرص أن يؤذي أخاه. إلى أي حد وصلنا من الاستهانة بدم الإنسان المؤمن أو حتى بمشاعره؟ يا أخي، سباب المسلم فسوق فسوق فسوق، وقتاله كفر. إذا من قتل مؤمنا متعمدا جاء مكتوبا بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله. على أي أساس تستحل دم إنسان مسلم؟ والله متاع الدنيا كله لا يبيح لك سفك دم امرئ مسلم. ما أخذناه في سوريا وما تلقنتوه في آخر فترة من استحلال للدماء هكذا بصورة عشوائية، انسوه. ارجعوا إلى خوفكم من ربكم عز وجل. لا يحل دم امرئ مسلم، لا بأي فتوى ولا بأي شكل. هذا الأمر يجب عليكم أن تتقوا الله عز وجل فيه. لا يوجد إنسان مؤمن، لا يباح للإنسان المؤمن أن يأخذ ثأره بيده أيضا، بل يأخذه القاضي وتأخذه الحكومة، ويلجؤون للدية إن لم يوجد ثأر، وهذا الأفضل، وأن تعفوا وتصفحوا فهو خير. لكن يا أخي بالله عليكم، يعني معقول كل يومين في عنا شجار، ومعقول كل يوم عنا قتال؟ يعني حرام حرام، والله حرام. مللنا والله. استباحة أعراض المؤمنين أو إرعاب المؤمنين أو استباحة دمائهم، هذا في الميزان عند الله عظيم وخطير. عظيم. من قتل مؤمنا جاء مكتوبا آيس من رحمة الله.